السلام عليكم. اليوم حلقتنا راح تكون مميزة جدا وراح نحكي فيها عن أكثر من محور، وهاي المحاور كلها بصراحة راح يكون لها تأثير كبير في تحديد من هو الفائز في مواجهة منتخبنا الوطني الأردني والمنتخب العماني الشقيق. لكن في نقطة مهمة جدا جدا جدا، ولازم برضو الجهاز الفني والجماهير الأردنية تكون واعية لهاي النقطة، اللي هي كيفية إدارة المباراة، اللي أنا بشوف أنه فعليا هاي النقطة أهم من الجانب التكتيكي، وأيضا من التحضير البدني للاعبين أو حتى التحضير الذهني. لأن اليوم أنت كل ما كنت قادر على أنك تدير المباراة بطريقة صحيحة، كل ما فعليا كنت قادر على أنك تأخذ نتيجة إيجابية ضد المنتخب العماني. لكن هذا الحكي راح أحكي عنه بعد ما أحكي عن 3 محاور مهمة جدا فعليا راح تساهم بشكل كبير في تحديد من هو الفائز في مواجهة المنتخب الأردني وأيضا المنتخب العماني الشقيق. لكن قبل ما أبلش الحلقة ما تنساني من اللايك الناري للفيديو والاشتراك بالقناة ليوصلك كل جديد دائما، وبإذن الله في تغطية شاملة على الفيسبوك وأيضا على الانستغرام وأيضا على التيك توك بكل ما يتعلق من تجهيزات بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأردني. كل حساباتي موجودة في صندوق الوصف، بتقدر من خلالها تتابعني على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى التيك توك عشان تعيش معي أجواء المنتخب الوطني الأردني في عمان. فبالتالي بإمكانك أنك برضه تتابعني من خلال البثوث اللي راح تكون على الفيسبوك الانستغرام والتيك توك. خلينا نبلش الحلقة، وخلينا نبلش في أول محور مهم جدا راح يكون له تأثير كبير في تحديد من هو الفائز في مباراة المنتخب الوطني الأردني ضد المنتخب العماني الشقيق. راح نحكي هون عن الجانب الفني. إذا بدك تقيم الأداء الفني وقدرات اللاعبين الفنية بالنسبة للمنتخبين، أنا بشوف بالذات في الشق الهجومي المنتخب الأردني يتميز بشكل أكبر عن المنتخب العماني، لأنه إحنا بطبيعة أسلوب لعبنا وأيضا بقدرات اللاعبين الموجودة في الشق الأمامي، هذا الحكي قاعد بيساهم بشكل كبير في أنه فعليا نتفوق على أي منتخب ونواجهه في القارة الآسيوية. اليوم لما يكون عندك لاعب مثل موسى التعمري فنياته عالية، قدراته الهجومية رائعة جدا، لاعب مراوغ، لاعب سريع، قادر على التسديد من خارج منطقة ال18، هذا الحكي بيعطيك أفضلية من الناحية الهجومية. الفنيات هون تصنع الفارق. أيضا لما يكون عندك مهاجم صريح قوي مثل لاعب يزن نعمات، لاعب مثل يزن نعمات فعليا قادر على صناعة الفارق، وأيضا قدراته الفنية عالية، لاعب يجيد اللعب بالقدم وبالرأس، قادر على مراوغة أكثر من مدافع. هذا الحكي بصراحة بيعطيك أفضلية في الشق الهجومي. كذلك الأمر بالنسبة للجناح الأيسر، عندنا لاعب متميز جدا اللي هو اللاعب علي علوان، وبإذن الله تعالى اللاعب علي علوان جاهز بنسبة تقريبا 100% قبل مواجهة المنتخب العماني، وهذا الحكي تقريبا أكده أكثر من مصدر. وأنا بالذات كمان كنت على طائرة فعليا كان على متنها والد اللاعب علي علوان، وانسأل من أحد المشجعين الأردنيين عن جاهزية ابنه علي علوان، وأكد أنه فعليا جاهز إن شاء الله بنسبة 100% قبل مواجهة المنتخب العماني. فبالتالي وجود لاعبين في الشق الهجومي بفنيات عالية، هذا الحكي بيعطي أفضلية للمنتخب الوطني الأردني. لكن بالمقابل الفنيات هاي المنتخب العماني قاعد فعليا بيعوضها بالأداء الجماعي اللي بنشوفه للمنتخب العماني. المنتخب العماني اليوم ما بيعتمد على اسم أو اسمين أو 3 في مبارياته، بيعتمد على اللعب كمنظومة على خط وسط متقارب الخطوط، وأيضا بأسلوب الضغط على اللاعب المستحوذ على الكرة بأكثر من لاعب، بيعتمد على أنه فعليا يستعيد الكرة بعد فقدانها بأسرع وقت ممكن. فهذا الحكي برضه بيتميز فيه المنتخب العماني، لأنه بطرحنا لازم نكون واقعيين ومنطقيين. اليوم المنتخب الأردني بفنياته وبقدرات لاعبيه على المستوى الهجومي بيقابله برضه أداء جماعي للمنتخب العماني واللعب كمنظومة واحدة. فبالتالي أنا بشوف الفنيات في الشق الهجومي للاعبين منتخبنا الوطني الأردني راح تعطي أفضلية. الأداء الجماعي وتعويض الفنيات وتعويض الاعتماد على لاعب أو لاعبين في المنتخب بيتميز فيه
المنتخب العماني. فبالتالي أنا بشوف أنه بإذن الله تعالى من الناحية الفنية في جميع الخطوط بشوف أنه في أفضلية نوعا ما للمنتخب الوطني الأردني، باستثناء خط الوسط اللي أصلا إحنا ما بنعتمد عليه في أسلوب لعبنا. وخلينا ننتقل للمحور الثاني. اليوم في مواجهة نفسية، في منتخب راح يلعب تحت ضغط نفسي أكبر من المنتخب الآخر، وهذا الحكي مش مني، هذا الحكي من الصحف العمانية، لأن اليوم الصحف العمانية قاعدة بتحكي عن أنه الفرصة الأخيرة في التأهل للمونديال، لأنه فعليا المنتخب العماني في حال خسارته أمام المنتخب الأردني فهذا الحكي راح يحطه في مأزق كبير، وبالذات في حال فوز منتخب فلسطين على المنتخب الكويتي في الجولة القادمة. راح تكون مواجهة فاصلة بين المنتخب العماني والمنتخب الفلسطيني على تحديد من سيكون في الملحق. فاليوم برضو الموضوع النفسي راح يكون له تأثير كبير على نتيجة المباراة. أنا بشوف أن المنتخب العماني بيلعب تحت ضغط نفسي أكبر من المنتخب الأردني. المنتخب الأردني بيلعب على فرصتين، في عنده مواجهة أمام المنتخب العماني وأيضا مواجهة أخرى ضد المنتخب العراقي. هذا الحكي ما بيعني انه احنا لازم نلعب على فرصتين، لا، لانه اللي بيلعب على فرصتين بصراحه بتكون دائما حظوظه سيئه جدا في التاهل. لكن بشكل عام الضغوطات النفسيه على لاعبين منتخب عمان انا بشوفها اكبر بكثير من الضغوطات النفسيه الموجوده على لاعبين المنتخب الوطني الاردني. زي ما حكيت لك المنتخب العماني في حال خسارته ما في مجال للتعويض نهائيا، فبالتالي ما في قدامه فرصه الا الفوز في المباراه. لكن تعادله أو خسارته فهذا الحكي راح يعقد حساباته في التأهل المباشر أو حتى كوجوده في الملحق في الدور الرابع. فأنا بشوف أنه الجانب النفسي بصراحة في أفضلية كبيرة للمنتخب الأردني على المنتخب العماني. العامل الثالث والمهم جدا اللي هو كيفية إدارة المباراة والتحضير البدني والذهني للاعبين. بصراحة تامة الجاهزية البدنية للاعبين راح تلعب دور كبير. راح نلعب في حرارة مرتفعة، في رطوبة عالية. أنا كنت بأرضية الملعب وزرت الملعب وشفت الملعب وشفت أجواء بصراحة الملعب بصراحة تامة بده تحضير بدني عالي جدا، وأيضا لازم يكون في عندك حضور ذهني أثناء المباراة، فعليا تركز من الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية إذا ما أردت أنك تخرج بنتيجة إيجابية وتتأهل إلى كأس العالم. على ما أعتقد معسكر الدمام كان فعليا مفيد جدا لمنتخب النشامة من حيث التحضير البدني وأيضا الذهني كذلك الأمر، لأنه فعليا أنا بشوف أنه الموضوع الذهني متعلق بالجانب البدني بشكل كبير. اللاعب لما بفقد ذهنيته على أرضية الملعب بصراحة تامة بيرتكب أخطاء ساذجة. بنفس الوقت الموضوع البدني مهم، كل ما كانت فعليا اللياقة البدنية عالية والتحضير البدني ممتاز كل ما كان أدائك أفضل على أرضية الملعب. أنت لما بتتعب بدنيا بتفقد تركيزك ذهنيا، فالموضوع البدني بتعلق بشكل كبير بالموضوع الذهني في هيك مواجهات في درجة حرارة مرتفعة ورطوبة عالية. وبرضه في نقطة مهمة جدا لازم نحكي عنها اللي هي كيفية إدارة المباراة. أنت اليوم بدك تلعب مباراة مهمة جدا في تاريخ الكرة الأردنية. فعليا هاي المباراة ممكن تأهلك لكأس العالم مباشرة. لازم تكون قادر على إدارة المباراة بطريقة صحيحة. اليوم في عندك تشكيلة لازم تكون عارفها ومتأكد منها ومن جاهزيتها البدنية راح تبلش فيها المباراة. برضو راح يكون في عندك دور كبير كمدرب وكجهاز فني في توزيع الجهد في ظل وجود حرارة مرتفعة ورطوبة عالية. هذا الحكي كله شغل الجهاز الفني. برضو راح يكون عندك موضوع الأوراق الرابحة اللي فعليا راح تستخدمها أثناء الشوط الثاني حسب معطيات المباراة وحسب نتيجة المباراة. اليوم لازم يكون في عندك أوراق أنت مجهزها، برضو في ورقة رابحة تفاجئ فيها الخصم. هاي الأوراق برضو مش لازم تكون فعليا أوراق عادية، الأوراق هاي لازم تكون فعليا كلاعبين قادرين على صنع الفارق في حال نزولهم إلى أرضية الملعب. فاليوم في عوامل كثير بعيدا عن الموضوع التكتيكي وطريقة اللعب وأسلوب اللعب فعليا راح تساهم بشكل كبير في تحديد من هو الفائز في مباراة منتخبنا الوطني ضد المنتخب العماني الشقيق. الأمور الفنية والتحليلية
كيف كل منتخب ممكن يلعب، هذا الحكي فعليا راح أحكي عنه في الحلقة القادمة. لكن اليوم حبيت أحكي عن عوامل مؤثرة ومحاور مهمة جدا لازم يكون الشارع الرياضي الأردني مطلع عليها وعارف فعليا حيثياتها، بحيث فعليا تكون الأمور واضحة للشارع الرياضي الأردني. الجهاز الفني اليوم له دور كبير في هيك أمور، كيف تحضر لاعبك بدنيا ذهنيا، كيف برضو تحضره نفسيا. هذا الحكي كله فعليا له دور كبير في نتيجة المباراة، وأيضا إدارة المباراة وهي الأهم. أنا بشوفها فعليا لازم تكون حاضرة في هيك نوع من المباريات، حاسمة وأيضا مصيرية في تاريخ الكرة الأردنية. وبهيك برضو بتكون خلصت حلقتنا. ما تنسى اللايك الناري للفيديو والاشتراك بالقناة ليوصلك كل جديد. فشو سلام.